اكتر. طب اتدرب على ايه؟ اتدرب ازاي؟ اتدرب فين؟ ده كله هنتكلم عنه النهارده. الشطرنج العادي بيتقسم فيه الماتش لثلاث اجزاء: اوبننج، ميدل جيم، اند جيم. انا هركز على ايه اكتر، على الاوبننج ولا ميدل جيم ولا اند جيم؟ اقول لك مفيش حاجه اسمها كده، انا كده بغشك او بضحك عليك لو قلت لك ركز على الاوبننج او ركز على الاند جيم او ركز على الميدل جيم. ما اقدرش اقول لك اجابه واحده قويه وصريحه، انت اكتر واحد عارف الاجابه دي. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بلعب الجيم، انا تقييمي مثلا 600، فانا بلعب الجيم بخسر في النقله 17، ما بوصلش اصلا ميدل جيم، ما بشمش حاجه اسمها اند جيم. فانا لازم اعمل ايه؟ لازم اشتغل على الاوبننج عندي، لان الاوبننج كده فيه مشكله، انا كده بعمل افتتاح غلط، يا اما باخد ميت بسرعه يا اما بخسر قطع. يبقى انا لازم اول حاجه اعرف اوبننج. انا زمان لما كنت تقييمي تحت 1500 مثلا، كنت بلعب ايه، بجرب اي حاجه تيجي معايا، بشوف الناس تلعب اي 4 اي 5 اقوم جاي العب اي 4 اي 5، انا مش دارسها، فكنت العبها واخسر بيها. بعدين لقيت واحد صاحبي كده كان تقييمه بتاع 1800، كان وقتها بالنسبه لي ايه ده، ما شاء الله انت جامد، عايز ابقى زيك. فكنت اشوفه بيلعب كده سيستم معين، بيلعب بيبدا انجلش، بس هو ما بيلعبش انجلش، كان بيلعب سي 4 كده وبيلعب معاها آه، او سي، ايوه سي 4، وبيلعب معاها دي 4، وبيلعب معاها اي 4، وبعدين يطلع النايت من هنا والبيشوب من هنا. كان بيعمل سيستم كده هو اللي مخترعه غالبا، او يعني ما بتشوفوش خالص، ما بتلعبش خالص، فاهم؟ لعبته فتره، لعبت لندن سيستم فتره، لعبت حاجات كتير جدا، لعبت كينجز انديان اتاك، لعبت ايه تاني بالابيض، لعبت دي 4 كوينز جامبت، لعبت حاجات كتير جدا بالابيض. اكتر حاجه ارتحت لها ولقيتها مناسبه لشخصيتي ومناسبه لطبيعتي وافكاري وكده، ومثلا ايه افكار الميدل جيم بلاقيها مناسبه معايا تمام. كانت هي كينجز انديان اتاك. هل ده يبقى مناسب بالنسبه لك؟ مش شرط، ممكن او ممكن لا. فانت لازم تجرب افتتاحات كتيره جدا لحد ما ترتاح مع افتتاح معين. خلاص انا دلوقتي لقيت افتتاح معين بلعبه بالابيض، اعمل ايه؟ ثبته، ما تلعبش افتتاحات غيره، ثبت ده بس. هتلعب ماتش هتخسر، خش حل الماتش، شوف كان البيست موف ايه، شوف افتح داتابيز، افتح مثلا تشيس بيز او على لي تشيس عادي او تشيس كوم، شوف الداتابيز، شوف الجيم ماسترز بيلعبوها ايه، بيلعبوا النقله ديت ايه، لو تلعب لهم اونلاين ده طب ازاي بيدافعوا عن الحاجه الفلانيه، وهكذا. اقعد فصص الافتتاح بتاعك، اتخصص في افتتاح معين بس. طول ما انت تحت ال 2000 مثلا ما تلعبش غير افتتاح واحد بالابيض، تمام. هتقول لي بالاسود بقى العب ايه، اختار ازاي، هقعد برضه اجرب كل الدفاعات؟ لا، اقول لك حاجه حلوه يعني تريكايه كده. لو انت مثلا بتلعب، انا بلعب كينجز انديان اتاك، ففي من الناس بتلعب كينجز انديان اتاك مين؟ عندك فيشر، عندك برضو دكتور باسم امين، تمام. شوف اللعيب اللي بيلعب نفس بتاعك بالابيض، شوف افتحه بالاسود، لان غالبا هتلاقيه بيلعب نفس الاسلوب. فغالبا اللي بتلاقيه لاعب نفس بتاعك بالابيض هتلاقيه افتحه بالاسود نافع معاك، الا لو افتح فيه حفظ ياما. وبرضه في الاول بيبدا بحاجات ما فيهاش حفظ، يعني مثلا كينج زيد اتاك ده انا بلعبه من وانا مثلا 1700 1600، انا وصلت 2400 ومكمل فيه، يعني 2450 مثلا ولسه مكمل فيه. بس ايه الفرق؟ انا بطور افكاره، انا بفهم استراتيجي اكتر، بفهم افكار الميدل جيم، افكار الاند جيم، ببقى عارف انا عامل ايه، ببقى عارف كل رد على كل نقله ايه. مع الوقت بتلاقي نفسك بقيت خلاص، انت بقيت اكسبيرت في الاوبننج بتاعك ده، تمام. بالاسود قلت لك احفظ رد على اي 4، احفظ رد على دي 4، تمام.